السيد عبد اللطيف فيدارة على هذه المعلومات. لك أن تنسحب الآن يا سيدي، وأعطي الكلمة للسيد جيروم بينار. السيدة الرئيسة، سيداتي سادتي، أود أن أعلن أن جبهة البوليساريو تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والتنمية في الساحل. إنها مجموعة انفصالية شكلت ومولت من طرف الدولة المضيفة لمخيم تندوف، الدولة الجارة للمغرب، والتي ترمي إلى المساس بالسلامة الإقليمية لهذا البلد وإلى تحقيق الهيمنة الإقليمية. فالواقع أن هذه الدولة قد كرست موارد مالية ضخمة لتسليح هذه المنظمة وتوفير المساعدة اللوجستية لها مع فرض سيطرتها على تندوف، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، وهو واضح في هذا المجال. الدولة المضيفة لمخيمات تندوف تقوم بتقديم الدعم لقيادات البوليساريو وتوفر لهم الملاذ الآمن، وقد أدى ذلك إلى إفلات الكثيرين من العقاب إثر الجرائم التي ترتكب في هذه المخيمات، مما يسمح لقيادات هذه الميليشيا بتكديس الثروات من خلال الاتجار بالمخدرات والوقود. وهذا قد صدر أو أكد عليه في عدد من الوثائق. الأطفال والنساء أول ضحايا جرائم البوليساريو، ولا يجد هؤلاء أي سبل للانتصاف. وهناك عنف جنسي تعرضت له السيدة قدياتو ميامود من طرف إبراهيم غالي قائد البوليساريو. كما أن الدولة المضيفة لتندوف والبوليساريو يرسلون مئات الأطفال إلى دول أخرى، دول ثالثة، لتجنيدهم إيديولوجيا ولدمجهم في الميليشيات المسلحة للبوليساريو. وهذا يزعزع استقرار الساحل ويجعل هؤلاء الأطفال يتحولون لمقاتلين مسلحين خارج أي إطار قانوني. ونشير أيضا إلى أحد الأطفال المجندين، وقد أكدت لجنة حقوق الإنسان قبل بضعة أشهر أنه تعرض للتوقيف التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة من طرف البوليساريو. البلد المضيف لمخيمات تندوف يرفض المشاركة في العمليات الأممية، وهذا يعرقل تسوية مسألة الصحراء. كما أن هذا البلد يشجع وكيله البوليساريو على ارتكاب هجمات الانتحارية ضد المغرب، وهذا يزعزع استقرار شمال أفريقيا. وينبغي لجميع الدول الأعضاء أن ترفض ذلك، وفرنسا ينبغي أن تؤيد المبادرة المغربية للحكم الذاتي، فهذا هو الحل الوحيد الذي سيوفر الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة. وشكرا.